بصوا الدوبان. ما شاء الله، شايفين دايب دوب. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده كحك العيد الساده بمقادير مظبوطه جدا. بصوا الدوبان، حاجه كده عظمه. ما شاء الله، شايفين دايب دوب. ويلا نشوف عملناه ازاي. معايا كيلو دقيق مخصص للكحك والبسكويت، عليه 500 جرام سمنه بلدي، 50 جرام سمسم، معلقه كبيره سكر، معلقه صغيره بيكنج باودر، ذره ملح، معلقه كبيره خميره فوريه، كوبايه حليب. هدفي كوبايه اللبن وهضيف فيها معلقه الخميره الكبيره وعليها معلقه السكر، وهدوبهم واسيبهم على جنب. هضيف الدقيق وعليه ذره الملح والسمسم، وهسخن السمنه جامد. بسم الله. وهضيفها على طول. اهم حاجه الطشه اللي انتوا شفتوها دي يا جماعه. وهشغل العجان. بسم الله. هبس الدقيق بالسمنه الاول، وبعد 5 دقايق هفتح ونشوف. هنبس كمان دقيقتين 2 علشان كمان تكون العجينة بردت شوية. بسم الله. كده خلاص. بعد ما بسيت العجينة 7 دقايق بقت جاهزة معايا. بس الحقيقة هسيبها تبرد شوية، علشان لو ضفت اللبن بالخميرة وهي كده هتموت الخميرة ومش هتتفاعل. لازم تبقى دافية حتى على الأقل. انما لو هنبس الكحك على ايدينا هيقعد من ربع ساعة لتلت ساعة. كده العجينة بقت دافية معايا، فدلوقتي هضيف الخميرة والحليب. بسم الله. وكمان هضيف معلقة البيكنج باودر. بسم الله. وهنعجنه تاني. هفتح تاني وهختبرها. اول ما الاقي العجينة بقت بتتشكل معايا كده، هاخد واحدة وهكورها. هلاقيها اتشكلت معايا بالشكل ده، وفي نفس الوقت طرية زي ما انتوا شايفين كده. كده بقت العجينة جاهزة معايا. كده يا جماعه بعد ما خلصت الكحك كله بالمنقاش، طبعا حبيت اشكله بالمنقاش لان ما عجبنيش تشكيل البصمه خالص. وبعد ما سويت الكحك اللي انا كنت عاملاه معاكم بالمكسرات والملبن، بصراحه الشكل راح وما عجبنيش، ففضلت بقى ان انا اعمله بالمنقاش كده. طلع حلو جدا والاشكال كمان جميله، اللهم بارك. وكمان خليت الاولاد ساعدوني وفرحوا جدا، وكمان عملت لهم حروف باسمائهم وبجد فرحه قوي بالحروف دي. هغطي الصاجات بفوطة نضيفة وهسيبهم في مكان دافي يخمروا حوالي 6 ساعات. وبعد ال6 ساعات او ممكن كمان اقل يا جماعة، يبقوا كله حوالي ساعتين كده. بصوا عليه، لو لقيت الكحكاية بتتشال من الصاج يبقى هو كده خلاص خمر، ودخليه الفرن على طول. هولع بقى الفرن على درجة حرارة 180 قبلها ب10 دقايق. وبعد كده هدخل الكحك، هياخد تسوية تقريبا من تلت ساعة نص ساعة. بس كل شوية ابقى اقلبي الصاج علشان كله ياخد نفس السوى. وكده ده شكل الكحك بتاعي بعد ما اخد معايا تلت ساعة في الفرن. ما شاء الله اللهم بارك. بجد المنقاش خلى الشكل حلو قوي، وفضلت محتفظة بالشكل بتاعها، والاولاد فرحوا قوي قوي بالحروف. وكانت تجربة حلوة قوي. وبكده ابقى خلصت معاكم وصفتي النهارده، وبألف هنا وشفا. لو عجبتكم الوصفة بتاعتي ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة،
علشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.